بالبحث في الجوازات اتضح انه لم يستخرج جواز سفر بالاسم ده. بحثت في السجل المدني، لقيت الاسم وله بطاقة وفيها عنوانه. عملت تحريات؟ حصل، واتضح انه ساكن في 9 حارة ابو شوشة، ومراته موجودة في البيت واسمها غزالة، وله ابن اسمه خميس، وانه فعلا مسافر ايطاليا. اتأكدت من الصورة؟ التحريات السرية اكدت. مش هو ده يا فندم؟ مم. مم. يبقى خرج بجواز سفر مزور. ده الاحتمال الوحيد. ده نموذج من سجلات تشغيل المكاتب البحرية. الخبير هيشرح لك كل حاجة، وانت هتفهم منه بالظبط ايه اللي هتعمله، لانك هتنزل مصر وتشتغل الشغلانة دي هناك مع اخواننا بتوع البحرية. فاهم يا جابر؟ فاهم يا خواجه. ما بلاش خواجة دي. بلاش. خلصت يا ريس. ما بلاش خالص. احنا ما صدقنا لسانك نضج شوية. قول لي، الراجل اللي راح لغزاله رجع؟ وحشتيني يا غزاله انت وخميس. ازيك يابا؟ اسمعي كلام الخواجه اللي عندك ونفذيه. الدنيا دورت وشها لينا يا غزاله. يعني ايه دورت وشها؟ اسمعي كلام الخواجه وروحي معاه استلمي الشقه الجديده. دي شقته اللي هو كان عايش فيها. هو هيتنقل لمكتب روما وانا هحل محله. سيبي كل حاجه وامشي. الشقه الجديده بعفشها. غزاله، انا مش عايز حد من الحته يعرف انت عزلت فين. مش عايزين نقع علينا، ومن شر حاسد اذا حسد. خدي من الخواجه الفلوس واصرفي زي ما انت عايزه. انت جايب معاك فلوس؟ انا هوصل كمان شهرين على ما افهم الشغل كويس. وقولي الخميس هجيب له بسكليته وانا جاي. وعايز اسافر يابا. مع السلامه بقى. هو بعت لك دول، حاجي بكره اخدك، بس سيبي كل ده، خلي بالك هو مش عايز حد يعرف. طب ممكن اجيب اختي معايا وجوزها؟ اختك وبس. للأسف يا فندم، 6 شهور لغاية دلوقتي الولد ده ما ظهرش ولا رجع مصر. الغريبة كمان إن مراته اختفت ومحدش عارف راحت فين لغاية دلوقتي. يعني العملية قفلت كده؟ لا يا فندم، مفيش مستحيل قدامي، لسه في محاولة. ايه هي؟ مضطر أسافر روما عشان أعملها. Grazie signori. French. Merci monsieur. English. English. Thank you sir. برافو. هايل. برافو عليك. انت كده بقيت تمام. أليستا زي ما بتقولوا في اسكندرية. ايه أليستا دي؟ شايفة؟ هيبوظ أخلاقي. معلش اصله مش من مستوانا. من باب الشقرية. جابر. ايه؟ مش انت اللي قلت لي روق كده وخلي البساط احمدي؟ هتوحشيني يا جابر. انت كمان هتوحشني. بكرة هتقابل مسؤول مهم قوي في الموساد. من الواضح ان العميل ده اخذ مجهود مركز ومكلف ومكثف عشان نوصل بيه لرجل اعمال فيه كل المواصفات دي. ممكن توضح للزملاء؟ أنا فقدت عميل بحري انكشف وانقبض عليه في مصر قريب، واللي كشفه أحمد عزت، وكان لازم في الفترة دي بالذات يكون لي عميل بحري تاني يتابع نشاط القوات البحرية والمينا في اسكندرية، وده اللي وصلت له. أحمد عزت مش هيتصور إني قدرت أستبدله بالسرعة دي، وبكده يبقى كسبت حاجة مهمة جدا، وهي عدم تركيز المخابرات المصرية على اكتشاف عميل بحري جديد. جابر حرامي في المينا،
ازاي هيرجع صاحب توكيل بحري؟ انا عامل دراسه عن الوكلاء البحريين. هنعرف من الدراسه دي ان معظم اصحاب التوكيلات البحريه كانوا عمال زي جابر ده، بيبعدوا شويه عن المينا ويرجعوا هم اصحاب توكيلات. اي اسئله؟ اتفضلوا. انده لنا جابر يا ابو داوود. اوكي. تعال يا جابر. اقعد. يا جابر، انت اثبتت كفاءة كبيرة جدا في التدريبات، عشان كده عيناك برتبة رائد في الجيش الإسرائيلي. من النهارده هيكون اسمك ديفيد شولا. عايزك تجيب لي معلومات تثبت لي فيها كفاءتك أكتر وأكتر. الإخلاص مهم لينا قوي. أي غدر هيكون ثمنه ابنك. ابنك يا جابر خميس. سيادة العقيد فاهم محمود قافل عن الإشارة. هو ده بالظبط. تشيك. اخر الشنط شويه. ايوه طياره روم. دي الحاج احمد عزت. الو. مبروك يا حاج. ايوه ايوه، وهنزل بنفسي. طب طلع 3 عربيات مراقبه بالفراوده وعلى المطار على طول. انا هحصلكم على هناك باقصى سرعه.